قراءة في كتاب الفترة، قصيدة لرفعت المرصفي من ديوان قراءة في كتاب الفترة. إلى مرصفة الخالدة، المبتدى والمنتهى، إلى التراب الذي سيحتويني بإذن الله مهما امتد بي بساط العمر. إلى مرصفة أهدي هذه القصيدة. يا موطن المبتدى، يا موطن المبتدى، ما زلت أغنيك شوقا على خفقات المدى، والمدى موال البداية منتسر فوق أوتار أشجارك الملتقى نغمات النشاوى. ما زلت أسقيه لحن الإياب المراوغ، أسكبه في الوريد حجابا، أتلوه وردا في صدر السنوات العجاف. يا موطن المبتدى، وجهك الحب ممتد في مرايا النخيل شموخا، في عروق الشمس سنا، في صدور الحروف هوى لا يموت. أنا ما فرطت في وجهك النور يوما، وها أنا ذا مغروس بأوردتي في ترابك كي أبقى. أيها العش المستكفئ بالكبرياء، عصفورك لم يرتحل منك قط، هو باق لديك هناك على أوراق الصفصافات الحكايا، ما زال يمشطهن على صفحات الغدير مواويلا، ويطالع في عمرهن شموخ الجدود، وينهل من أسداء التوت حليب الخلود، ويجمع من وجنات الحقول حروف قصيدته، ويجمع من وجنات الحقول حروف قصيدته. ومساء يفترش رؤاه ويوسد صدر الفترة وينام، ومساء يفترش رؤاه ثم يتلو ما تيسر من سورة الشعراء ويوسد صدر الفترة وينام. يا موطن المبتدى، موطن المنتهى، يا موطن المبتدى، موطن المنتهى. رفعت المرصفي.